السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. النهارده هنتكلم عن 5 نقاط قوه في شخصيه برج السرطان، والهدف من كده ان هو يعرف نفسه ويكتر الحاجه دي، لان الحاجه دي لو استخدمها صح هيقدر ان هو يساعد الناس. ولو انت كنت مهتم حد من برج السرطان، تابع الفيديو يمكن تعرف نقاط قوته وتقدر ان انت تشتغل عليها وتاخد اللي انت عايزه منه بكل احترام وبكل حب طبعا وبكل هدوء. او نقطة معانا علشان ما نطولش عليكم حلقة النهاردة، ان هو مضحي لأبعد الحدود. اكتر حد في الكوكب تلاقيه مضحي، اكتر حد في الكوكب تلاقيه رامي نفسه للاشخاص اللي بيحبهم مكانهم، حاطط كل العقبات وحاطط كل الضيقات وحاطط كل المشاكل اللي في الدنيا فوق راسه لمجرد ان هو بيحبهم، لمجرد ان هو عايز يريحهم. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة قوية جدا في شخصية برج السرطان. على فكرة مش كتير اللي هتلاقيهم بيتعاملوا معاك كده، لان اغلبية الشخص اللي بيعمل كده او اغلبية الناس اللي بتعمل كده بتلاقيهم امهات. فبرج السرطان على طول بيعمل كده الولد والبنت. النقطة اللي بعد كده ان هو ملك الهدوء في حل المشاكل. دخله في اي مشكلة تلاقيه بيعرف يحل، ودي نقطة قوية جدا. ممكن ما يكونش عنده الحكمة في وقتها، ممكن ما يكونش عنده الرزانة في وقتها، ممكن ما يكونش عنده يعني قوة التحمل من هنا ومن هنا لو حد اتنرفز، لو حد اتعصب، لو ولكن عنده هدوء. ممكن يبوس راس ده، ممكن يبوس راس ده، ممكن بكلمة، ممكن يقول له علشان خاطري والموضوع ينتهى. ممكن ما يكونش عنده حاجات كتير، ولكن عنده في شخصيته هدوء بيخلي الشخص اللي قدامه يحبه ويحب يشتكيله ويحب يتكلم ويتعرف على اي حاجة هو نفسه فيها. النقطة الثالثة علشان برضو ما نطولش عليكم، بس لو كنت جديد معانا في القناة بتمنى ان انت تخش تشترك في القناة وتدوس لايك للفيديو او ديسلايك، تعرفني نفسك، وكمان تكتب لي كومنت تحت تقول لي انت عايزنا نتكلم في ايه الحلقات اللي جاية. النقطة الثالثة، حطه في اي مسؤولية، اضغطه جميع انواع المسؤوليات. برج السرطان عنده القدرة ان هو يشيلها، عنده القدرة ان هو يستحملها، عنده القدرة ان هو يضغط جامد جامد جامد، وبيعرف يشيل مسؤولية، وقوي في ان هو يتعامل مع اي مشكلة ما يعرفهاش. مهم جدا انك تكون عارف ده عن برج السرطان. من نقاط قوته هو بيعتبر ان الحوار عادي، بيعتبر ان ده المفروض يعني تكون في حاجة فيه اساسية، يعني هناخد نصيبنا، يعني هنتعامل، يعني هنشوف، يعني من اقوى الحاجات اللي تلاقيها في شخصية برج السرطان. لا عارف هو بيعمل ايه، لا واثق في نفسه، لا جامد قوي جامد قوي جامد قوي. النقطة اللي بعد كده ودي انا بشوفها في شخصية برج السرطان، طموحه قوي جدا، ونقطة قوية جدا في شخصيته. عنده طموح لأبعد الحدود. طموحه ما يجيبهاش دماغك، ما تجيبهوش دماغك في انك تعرفيه. لا عنده طموح، ما بييأس، بيعرف يصر وبيعرف ياخد اللي هو عايزه، وبيصمم جدا وبيوصل ويروح وبياخد اللي هو عايزه. نقطة قوية جدا تدي لأي حد أمل في الدنيا، تخليك تحب تتعامل معاه. دايما عنده طموح، ودايما بيجري ورا طموحه، ودايما بيسعى ورا طموحه. ودي أكتر النقاط جاذبية في نقطة قوية ومهمة جدا، ونقطة المشهور بيها، ونقطة اللي عارفينها. النقطة الأخيرة في حلقة النهاردة، حنانه المفرط فيه، حنانه الزيادة عن اللزوم. ماشي يوزع حنان على الكوكب لمجرد ان هو مرتاح للشخص ده، مجرد ان هو عايز الشخص ده، مجرد ان هو بيحب الشخص ده. ماشي يوزع حنان. من اهم نقاط القوة زي ما بنقوله الحنية ما بتتشحتش. ده يعني مثل مصري عندنا، والمثل ده مشهور جدا. الحنية ما بتتشحتش. هو بقى عنده حنية كبيرة قوي، عنده راحة وسلام وعطاء وكل حاجة حلوة للشخص اللي مرتاح له. من أطيب الأبراج اللي موجودة والعايشة معانا على الكوكب
طبعا كل الابراج طيبه جدا بس بنسب، يعني في ابراج اطيب منه اكيد، ولكن من اكتر الابراج اللي بترتاح لها. واضح، ما بيلفش ولا يدور، وبيحب الشخص اللي قدامه يريحه ويكون واضح، ما بيلفش ولا يدور. حلقه يعني نقوله استثنائيه عن برج السرطان، ولكن اهم 5 نقاط قوة في شخصيته، والنقاط دي مهمة جدا لازم تعرفها علشان تعرف تتعامل مع يعني عقلية زي عقلية برج السرطان. يا رب تكون الحلقة عجبتكم استفدتوا منها، واوعوا تترددوا في لحظة انكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت عايزنا ان احنا ننفذه، فانا هنا علشان خاطر اساعد حضراتكم. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديدة.